السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماراتي الحلوين، يا رب تكونوا جميعا بخير. فيديو جديد تجهيزات بقى المدارس. هتكلم معاكم في كام نقطة كده مهمين قوي. كلنا كأمهات مسحولين حرفيا الأسبوع ده علشان بنحضر طبعا تجهيزات المدارس، تجهيزات اللانش بوكس، تجهيزات أدوات المدرسة، المشتريات بتاعتنا، تجهيز طبعا تنظيف الشقة والتنظيفات العميقة. فالحاجات دي كلها هقولك الحاجات سريعا كده اللي أنا عملتها. طبعا صورت المقاطع دي على كام يعني كذا يوم من الأيام اللي فاتت. طبعا كنت بجمعها لكم وقلت انزل لكم كده بيها في فيديو. فكنت عامله شويه اللي هي ميني بيتزا. طبعا سهل جدا ان انت تعملي كميه وبعد ما تبرد كده في نفس اليوم وهي طازه كده تكيسيها وتشيليها في الفريزر. اي مخبوزات سهل جدا تكيسيها تعمليها وفي نفس اليوم بعد ما تبرد تكيسيها وتشيليها في الفريزر. كمان جبت شويه الفاكهه الحلوين دول عشان ان شاء الله عصاير المدرسه هشارك معاكم ان شاء الله اكيد في روتينات اول يوم مدرسه ان شاء الله. هوريكم هعملها ازاي للولاد. فطبعا حاجه نظيفه اكيد في البيت وانضف بكتير من العصاير الجاهزه. على الاقل انت ضامنه ان اساسها جوافه، اساسها مانجا. فانا بقى حضرت العلب بتاعتي العسل دي وكلها حاجات كانت متوفره في البيت. يعني انا ما اشتريتش حاجه غير بس الفاكهه نفسها. جبت الجوافه وجبت المانجا، كلفوني الكميه دي كده. جبت ب40 جنيه جوافه وجبت ب60 جنيه مانجا، تمام كده. وبدأت ان انا اقطع منها كده وافرز، وجزء تاني كلناه يعني عادي في الايام بقى نفسها خلال يعني اليومين اللي انا اشتريت فيهم. ففرزت ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده كل كمية هتبقى كويسة معايا قوي ان انا اعمل منها عصير للولاد. يعني مثلا هتديني بتاع نص لتر مثلا عصير، فهتبقى حلوة قوي. اولا هتبقى فريش وحاجة نظيفة وانتي واثقة ان هي فاكهة فعلا مش مكسبات طعم كده وخلاص، فاهميني؟ ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو. واهم حاجه طبعا في علب التفريز ان هي تكون ليها غطا محكم زي ما انتم شايفين كده علشان تحافظ لك طبعا على الفاكهه او الحاجه اللي انت مفرزاها. وكلها حاجات كانت يعني علب كانت عندي، ما كلفتنيش ان انا رحت اشتريت علب مخصوص. هي اصلا اطباق انا مخصصاها للتفريز والحاجات دي. وزي ما انتم شايفين برضو فكره كوبايات الايس كريم، يعني دي كوبايات ايس كريم انا بعيد استخدامها في التفريز فبتبقى حلوه قوي. والكميه دي يعني ما شاء الله بترمي معايا حوالي نص لتر من عصير المانجا او الجوافه. بتبقى حلوه جدا. بطلع العلبه واضيف عليها بس ميه وسكر وتمام. المشتريات طبعا شاركتها معاكم برضو في فيديو، وافكار المشتريات ازاي بظبطها وازاي برضو بجهز ان شاء الله لخزين رمضان. فهسيب لكم في شاشات النهايه الفيديو بتاع المشتريات. هنغسل بقى مع بعض السجاد بطريقه سهله جدا. بصراحة يعني اخر كده ما زهقت وتوصلت للطريقة دي. واحدة كانت صاحبتي في الشغل كانت قايله لي عليها، فبصراحة عجبتني جدا. يعني هي ايه بقى يا بنات؟ ان انت بتجيبي اللي هو شامبو السجاد. دايما محلات المنظفات بيبيعوا حاجة اسمها شامبو السجاد. فانا بجيبه سايب، مش عارفه الكيلو بيبقى ب7 جنيه 8 جنيه حاجة زي كده. بتجيبي الكيلو ده وبضيف عليه كيس اللي انتوا شفتوه ده اللي هو بيبقى صابون سايل بس ريحته كده حلوه. وبرجه كده كويس تمام. هنا بقى فرشه السجاد زي ما انتم شايفين كنت حاطه لها الفكره دي، شفتها منتشره قوي على السوشيال ميديا ان هم بيربطوا كيس كده على فرشه السجاد عشان تبقى سهله، تبقى مرنه معاكي شويه، تروح وتيجي بسهوله على السجاده ما تبقاش ناشفه قوي كده. وهنا بقى ايه عملت ايه بقى الطريقه السهله جدا ان انا غسلت السجاده وهي في مكانها. طبعا عملت ايه؟ جبت الجردل وضفت فيه بقى شويه حلوين كده من الشامبو السجاد بالصابون اللي هو السايل بالمعطر. وبدات بقى ان انا ارغيه كده. وقلت هغسل السجاده لان عندي الحمام يعتبر مش كبير قوي ان هو ياخد السجاده كلها. فقلت خلاص اعمل بفكرة صاحبتي واغسل السجادة بالجردل. يعني مش همسك خرطوم مية خالص ومش هغرق الدنيا مية قوي، لا هغسلها في مكانها كده. يعني احتاجت مني في الغسيل جردل او جردلين مثلا. هي عشان كانت السجادة حجمها كبير شوية فاحتاجت مني ايه جردلين بالصابون بتاعي بكده. وهاخدها بعد كده الفها واخدها بقى في الحمام اشطفها في الحمام بخرطوم الميه. فاهميني الفكره ايه؟ بحيث ان انا ما بهدلش قوي الاوضه عندي وفي نفس الوقت تبقى سهله معايا. لان انا لو لفتها ودخلتها الحمام هضطر ان انا اغسلها حته حته، يعني قطعه قطعه.
هبقى لفها كده وابقى جزء جزء، فهتبقى بتزهق يعني، مش هتبقى سهله في الغسيل. تمام. بعد كده بقى ايه، بصراحة يعني ده كان روتين في يوم وده كان روتين في يوم تاني. بدأت بقى ان انا اغسل حاجة المدارس، شنطة المدرسة، الشوزات. فهوريكم برضو الطريقة اللي انا عملت بيها. مسكت بقى شنطة يارا بتاعت المدرسة وعملتها كده في استخدمت كلوركس الوان بس اللي هو السايب برضو. يعني استخدمته بس كان كويس جدا. نضفها ما شاء الله، رجعت منورة كده وحلوة، هتشوفوها معايا دلوقتي بعد ما اتغسلت. وفرشة البلاط دي كانت حلوة قوي. وهي ما شاء الله الشنطة يعني كانت يعتبر فيها بقع بسيطة. طبعا انت بقى لو عندك الشنطة مثلا فيها بقع اكتر، هتزودي بقى من كولوريكس الالوان اكتر على مكان البقع. وتستخدمي برضو نفس نوع الفرشة دي اللي هي فرشة البلاط. معلش يا جماعة قطعت التسجيل، كان مازن طالب مني حاجة كده. ربنا يبارك فيهم يا رب. ما تنسيش بقى طبعا لايك للفيديو وتعليق حلو كده منك ان شاء الله. واكتبوا لي برضو كده اخباركم ايه. طبعا خلاص المدارس خلاص، احنا يومين تقريبا ان شاء الله، او الاسبوع ده كل بقى الصفوف هتنزل. سنة اولى ليها يوم وسنة تانية او تالتة ليهم يوم. يعني انا عندي مثلا ان شاء الله يارا هتنزل يوم الاثنين اول يوم. ربنا يجعلها ان شاء الله كده سنة سعيدة او عام سعيد على كل الطلبة وكل الامهات. اللي بجد الامهات هي اكتر حد بيتعب جدا في فترة المدارس. نوم متأخر وصحيان بدري، وبتفضلي لفة كده طول اليوم، يعني كعب داير زي ما بيقولوا، ما بين بتوصلي مدارس وحضانات وترجعي يبقى فيه اكل وشرب ومذاكرات فربنا يعين كل الامهات يا رب. هنحاول بقى طبعا ننظم يومنا، ورقة وقلم كده وتنظمي يومك. تحاولي طبعا تعملي الأكلات اللي هي المنجزة. كل واحدة أكيد فينا طبعا هتبقى على حسب ظروفها. يعني في أمهات كان الله في العون بتكون عندها مثلا أطفال في مدارس وكمان أطفال تانية بيبيهات، فدي بتبقى الله يكون في العون يعني، ولا بتنام صبح ولا بتنام ليل. فترة بتبقى صعبة جدا، وبجد بتبقى الأم أكتر حد مهلك. ويعني هي بتبقاش الموضوع بيبقى مش في إيديها خالص، يعني هو بقى استعانة بالله. وبتحاول على قد ما تقدر ان هي توفق ما بين ده وما بين ده، بس اكيد بيبقى ضغط عليها جامد جدا. جمعت بقى الكوتشيهات كده، الشوزات بتاعت الولاد يعني. شوز بتاع مازن وبتاع يارا، الحاجات اللي هي بقى يعني خلاص بقى لازم تتنضف بقى وتتغسل. دخلت المدارس بيبقى ليها تجهيزات كتيرة قوي. كل الامهات يعني دلوقتي هتبقى في المدعكة دي، من زي ما قلت لكم من تنظيف الشقة، تجهيزات مشتريات المدارس، لبس، ادوات مكتبية، تفريزات، تجهيزات اكلات اسبوعية. بصوا خزين حاجات لللانش بوكس. فبصوا بقى ما شاء الله كولوريكس الالوان فرق خالص يعني. بصوا ما شاء الله بين فردة الكوتش اللي انا غسلتها والتانية، بصراحة ما شاء الله نضفها لي حلو قوي. والرغوة بتاعته كمان حلوة جدا. قعدت بس اركز بس على الجزء اللي هو اللي بيكون مثلا غامق شوية في الشوز او كده، هو ده اللي كنت بركز في الدعك فيه. تعالوا بقى كده نثقل الميزان حسناتي وحسناتكم ونقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يمكن انا شاركت معاكم قبل كده برضو اللي هي تجهيزات المدارس وغسلت معاكم الشوزات في الغسالة. وعملت الحاجات دي عادي. في ناس كتير قوي بتغسل الشوزات في الغسالة، وانا احيانا كتير بغسلها في الغسالة. بس مش عارفة المرة دي استسهلتها بالفرشة. حسيت ان هي يعني مش هتاخد معايا وقت وابقى وفرت بقى ايه، بدل ما الغسالة تشتغل كهرباء ومية وكده فاهماني. فقلت خلاص طالما انا حاسة ان هي مش هتاخد معايا وقت، ويعني كوتشين 3 وشنطة واحدة، فمش مستاهلة ان انا بقى ايه اشغل عليها الغسالة. لكن طبعا لو كان معايا عدد كبير من الحاجات، كنت هعملها دورة غسيل كانت تستاهل الموضوع. فقلت خلاص هوفر كده واعملها. فعلا ما خدتش معايا وقت، يعني ربع ساعة كده كنت ما شاء الله دعك الشنطة والشوزات وكل حاجة. ولحقت كمان الشمس، هوريكم دلوقتي في المقطع نشرت الشنطة في الشمس. والشوزات زي ما انتم شايفين كده سبتها بس تصفي كده شوية في الحمام. وبعد كده بدأت بقى ايه ارصها بالشكل ده كده في الطبق البلاستيك، وحطيتها عندي تحت الشباك. يعني بصوا ما شاء الله ده نور ربنا. كان الشمس عندي كان بعد الظهر كده،
قلت بقى ايه اسيبها في الطبق كده تتشمس، وانا فاتحه كده الشباك الشمس كده ايه تنشفها. ونشرت كده الشنطه زي ما انتم شايفين على الحبل وبالشكل اللي انتم شايفينه ده. وطبعا ما شاء الله برضو لقيت جارتي عامله غاسله بقى المشايات والسجاد بتاعها وكده. فبقول لكم بصوا يعني الناس كلها بتجهز بقى للمدارس والتنظيفات بقى العميقه والكلام ده كله. اللي وصل معايا بقى للدقيقة دي يكتب لي في التعليقات طبعا البقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هعرف ان انتوا معايا كده لآخر الفيديو. عام سعيد ان شاء الله علينا جميعا يا رب وعلى أولادنا وبالنجاح والتوفيق. بفكركم بقى طبعا بفيديو الدوناتس من تحضيرات اللانش بوكس، حلو وسهل جدا، هسيب لكم في شاشات النهاية. عملته معاكم بطريقة بسيطة جدا.